سألتوني كتير وكان لازم أقول الحقيقة بعد تجربتي بعد أكتر من 4 سنين. في ناس كتير بتسألني ومتابعين بيبعتولي على رسائل الصفحة إيه أحسن عجان ممكن نجيبه في عرايس لسه بتجهز. فأنا هقول لكم تجربتي معاه. أولا الفيديو أنا بوريكم كده إن العجان بتاعي ليه أكتر من 4 سنين وفيه خدوش زي ما انتم شايفين كده، يعني مش جديد ولا أنا عاملة مثلا دعاية ولا أي حاجة، ولا العجان ده أنا واخداه هدية. العجان ده بفلوسي والله العظيم يا جماعة، ده شارياه بفلوسي، يعني محدش عطيهوني هدية. تمام، عشان بس نكون واضحين كده مع بعض من البدايه، لان في ناس بتعتقد ان انا بعمل ريفيو واقول ان الحاجه كويسه عشان انا واخداها هديه. لا، العجان ده استخدامي الشخصي وانا بستخدمه كتير جدا، وعملت عليه فيديو من اكتر من سنتين عملت فيه الزبده. اولا العجان ده انا لما جبته اللي خلاني اجيبه اصلا لان في واحده انا اعرفها بتشتغل اونلاين، يعني بتبيع تورت وجاتوهات وشغل العيد، بتشتغل عليه ليها اكتر من 10 سنين، كانت شارياه هي بنفسها من السعوديه. فطبعا لقيت هنا في جروب في مصر موجود بيجيب منتجات الخليج اسمه المنزل الراقي، منتجات الخليج في بيتك. فقالت لي انا رحت جبت العجان ولقيت كمان فيه مميزات موجوده، طبعا ايه مختلفه عن المميزات اللي انا جبتها في العجان التاني، اللي هو الغطا بتاع العجان والاضاءه اللي بقت شغاله اثناء ما انت ايه بتشغلي العجان بتاعك. فقالت لي ان انا جبت واحد منهم لوالدتي عشان عيد الام. فطبعا انا على طول رحت جبته، لان انتوا طبعا عارفين اسعار العجانات دلوقتي بقت غاليه جدا. ماركة كنوود يمكن اكتر ماركة الناس بتجيبها سعرها بقى مبالغ فيه، لكن العجان ده سعره عايزه اقول لكم من 4 سنين، يعني مش عايزه اقول لكم السعر كان يعتبر ببلاش. العجان سعره حلو جدا جدا، وبرضه في الوقت ده بالنسبه برضه لعجان كنود هو برضه سعره حلو قوي قوي. فطبعا جبت العجان وانا بشتغل عليه دلوقتي ليا 4 سنين، يمكن مش بظهره كتير في الفيديوهات، لكن انا استخدامي يومي واستخدامه الشخصي ما بستخدمش غيره، لان انا طبعا عندي وجع في ايديا، فطبعا الايه العجن الكتير بيتعبني. العجان بعد شغل 4 سنين عايزه اقول لكم ان هو فوق الممتاز. تخيلوا حد بيعمل تورت وجاتوهات وشغل يومي بتشكر فيه وبتشتغل عليه لها 10 سنين، وده اللي شجعني إن فعلا ان انا اجيبه. فتخيلوا احنا بقى استخدامنا الشخصي، يعني فين وفين لما مثلا تعملي بيتزا، تعملي قرصه للولاد، او تعملي معجنات، يعتبر ما بنعملش الا كل فين وفين. فتخيلوا بقى اللي بتعمل يومي وبتطلع شغل يومي وبكميات بتشكر فيه بالطريقه دي. فما شاء الله، يعني انا قلت لا لازم اجيبه. طبعا بما اني سالت كتير في التعليقات، وفي ناس بتبعت لي على رسائل الصفحه وناس بتبعت لي على الواتساب بيسالوني يا دعاء لو عايزين نجيب عجان كويس، طبعا الكنوز زي ما انتم عارفين سعره غالي جدا، نجيب ايه؟ فانا برشح لهم دايما هايبر جانو. مش عشان اعمل اعلان لجروب المنزل الراقي، لا، لانه فعلا والله العظيم يا جماعه العجان حلو قوي قوي، وثباته على الرخامه رهيب. هوريكم دلوقتي، انا طبعا حاطه كوستر كده تحت العجان، لكن هشيل الكوستر ده دلوقتي وهوريكم دلوقتي ايه شكل العجان وثباته على الرخامه وهو شغال. انا ما حبيتش اعمل وصفه ولا اي حاجه ولا اطول عليكم، بس بوريكم شكل العجان عامل ازاي. دي الحله بتاعته، هي ساعتها 7 لتر والوات بتاعه 1200 واط. عايزه اقول لكم ان انا طبعا جايباه من 4 سنين ما كانش موجود غير ال 1200 واط، لكن حاليا بقى متوفر منه 1500 واط. واوريكم شكله كمان شكل مختلف. طبعا هو بيبقى موجود منه لونين، اللون الفضي واللون الذهبي، بس انا طبعا حبيت اجيب اللون الفضي عشان يبقى ماشي مع اجهزه المطبخ. ده الغطا الشفاف اللي انا بقول لكم عليه ده، طبعا ده يعتبر كده زياده، وكمان الاضاءه بقت زياده. طبعا هي جايباه دلوقتي ليها حوالي 14 سنه، فطبعا دي ايه ده الحديث. والفيشه بتاعته زي ما انتم شايفين كده فيشه ثلاثيه، فبجيب لها كده مشترك وبيكون ثابت معايا. اما القاعده بتاعته بقى فهي قاعده من المطاط منع للانزلاق، يعني استحاله يقع من على الرخامه. ما شاء الله ثباته رهيب على الرخامه، حلو قوي قوي. زي ما انتم شايفين كده، شايفين الثبات بتاعه، كمان لما بشغله ما بيتحركش نهائي ايه من على الرخامه. والسرعات بتاعته 5 سرعات. بالنسبه للقطع بتاعته فهو معاه 3 قطع، دي اول قطعه كده للعجن، وكمان معانا قطعه للخفق حلوه جدا وقويه قوي قوي، الاستانلس بتاعها قوي جدا. ومعانا القطعه الثالثه اللي هي الكف، وده طبعا لو بتعملي زبده، بتعملي اي حاجه فيها زبده زي البتفور والسابليه، القطعه دي اللي هي موجوده في العجان حاليا اللي هي قطعه الكف. العجان من شركة السيف المشهورة في السعودية، يعتبر أشهر عجان دلوقتي موجود من حيث القوة بتاعته ومن حيث كمان الثبات بتاعه. العجان بتاعي زي ما قلت لكم في البداية هو 1200 واط، في 1500 واط لو انتوا عايزين تجيبوا واط أعلى، رغم إنه ده ممتاز معايا، وده 1500 واط. أنا حبيت أجيب الصورة بتاعته من المنزل الراقي. وال 1500 واط برضه في منه الذهبي وفي منه الفضي، وطبعا الشكل بتاعه زي ما انتم شايفين كده مختلف عن اللي أنا جايباه، لأن طبعا ده لسه نازل حديث. بالنسبة طبعا لجروب المنزل الراقي هتلاقوا كل منتجات وارد السعودية موجودة في الجروب ده. عايزة بقى مكنسة، عايزة مكوى، سندوتش ميكر، انا جايباه منهم، وان شاء الله اعمل لكم عنه ريفيو حلو قوي قوي. بكده فيديو النهارده يكون خلص، اتمنى تكونوا استفدتوا منه ولو بمعلومة واحدة. وباذن الله هحط لكم في التعليقات لينك جروب المنزل الراقي منتجات الخليج في بيتك في التعليقات، وبرضه هحط لكم في صندوق الوصف. اتمنى لو الفيديو عجبكم واستفدتوا منه تدعموه باللايك والشير عشان الفيديو يوصل لكل الناس. هكون شاكرة ليكم جدا جدا، واشوفكم على خير ان شاء الله في وصفة جديدة، ومع الف سلامة.